راجل غني قابل راجل فقير وقرر انه يجوز له حفيدته. الراجل الفقير افتكر ان الراجل الغني ده نصاب وبيحاول يضحك عليه، وفي اللحظه دي ظهرت ست جميله واقفه ورا الراجل الغني. اول ما الراجل شافها وقع في حبها فورا وبدا يصدق كلام الراجل الغني، لكن الراجل الغني حط شرط، قال ان حفيدته مش هتعيش سعيده غير لو اتجوزت راجل فقير، عشان كده لازم الراجل يثبت انه فعلا فقير. اول ما سمع الكلام ده الراجل فرح جدا وصرح بصوت عالي ان مفيش حد افقر منه في المدينه دي. كمان دعا الراجل الغني يجي بيته عشان يشوف بنفسه، لكن الحقيقه ان اهل الراجل كانوا مستخبيين ورا ومش قادرين ينطقوا بكلمه، لانهم في الاصل اغنياء جدا، بس كانوا مخبيين هويتهم عشان يربوا ابنهم ويعلموه يعتمد على نفسه. بعد كده اخذ الراجل الغني وراحوا البيت. اول ما الراجل الغني شاف البيت كان مبسوط جدا، لانه عمره ما شاف بيت متهالك وبسيط بالشكل ده. وعشان يبانوا افقر كمان، ابو الراجل طلب من مراته تعمل شويه عيش على البخار عشان يضيفوا الراجل الغني، لكن وهي بتولع النار بالغلط وقعت شويه لوحات كانت جنب الحطب على الارض. اول ما الراجل الغني شاف اللوحات دي مصدقش، لانه اكتشف انها تحف اثريه وسعر الواحده ممكن يوصل ل3 ملايين دولار. راح بسرعه ولما كل اللوحات اللي وقعت على الارض كل لوحه فيهم كانت تحفه اثريه غاليه جدا. الاب بسرعه حاول يبرر الموقف وقال ان كل دي تقليد ومش اصليه، وانهم بيستخدموها عادي في البيت لاشعال النار في الايام العاديه، وعشان ما يتفضحوش جري بسرعه وحرق كل اللوحات دي.